السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في القناة مع فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وأموركم جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم هذا العصير اللي هو منعش وبكمية كثيرة والمذاق مختلف وكيجي زوين ولذيذ وما تشبعوش منه. غادي نمشيو باش نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. اذا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو لهذا العصير، غادي نحتاجو 1 لتر ديال الماء، 2 ياغورت فاني، 4 الحبات ديال الحامض او الليمون، هذا اللي تيكون صفر حيت هذا الصفر هذا ما كتكونش فيه المراره. وغادي نحتاجو 2 ساشيات ديال الفاني، وكذلك 1 الكاس ديال سكر سنيده. غادي نمشيو نشوفوا طريقه التحضير. اذا غادي نمشيو نشوفوا طريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، خديت الحامض او الليمون، قطعته اطراف صغيره بهذا الشكل وحيت لهم العظم لان داك العظم هو اللي كيعطينا المراره في العصير. قطعته بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا. هنا غادي ناخذ 2 حبات ديال الليمون وغادي ندير ليه 1 لتر ديال الماء. هنا حيت واحد العظم ما شفتوش. كما قلت لكم غادي نضيف 1 لتر ديال الماء. غادي نديرو في هذا الخلاط الكهربائي ومن بعد غادي نطحنوه بهذا الشكل. هو طحنته ومن بعد غادي نصفيه. غنخليه على جانب وغادي نمشي نطحن 2 ليمونات الاخرات بنفس الطريقه. غادي نضيف ليه اللتر ديال الماء كذلك باش كيعطينا واحد الكميه اللي هي وافيه، يعني كل 2 ليمونات كنديروا لتر ديال الماء. من بعد غادي نمشيو نطحنوه ونرجعوا. ها هو من بعد ما طحنته انا صفيت الليمون وكنحيد القشره اللي بقات ليا. بالنسبه للقشره انا كنحتفظ فيها بالثلاجه، كنبقى نسم بها الحلويات ولا الكيكات. وغادي نصفي تاني. بهذا الشكل. هنا غناخدو هاد العصير، غناخدو غير واحد الجزء منه، غنديروه في الخلاط الكهربائي بهذا الشكل. راه كلشي واضح في الفيديو، طريقه جد بسيطه وسهله، ما كايناش شي حاجه اللي معقده. هنا غادي ناخدو الياغورت، غادي نضيفو 2 ديال الياغورت وغنضيفو ساشيات ديال الفاني وكذلك غادي نضيفو كاس ديال السكر. بالنسبه للسكر كيكون على حسب الذوق. من بعد غادي نخلطوا هاد المكونات ونرجعوا. من بعد ما خلطت هاد المكونات في الخلاط الكهربائي غادي نفرغوا في الخليط الاولاني وغادي نخلطوا كل شيء. ها هو كي كيجي حتى اللون ديالو كيكون مختلف. اللي شافو كيقول واش درت فيه الحليب، وراه ما فيه لا حليب لا والو. هانتوما كي كتشوفوا كتكون الكميه كثيره وكيكون منعش ولذيذ. هذا هو الشكل النهائي ديالو.
ها هو كنقدموه في هذا الكؤوس، كيعطينا كميه كثيره. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى هذا العصير ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء، وكذلك ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. وصلنا لنهايه الفيديو، حتى شي فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله.